دلوقتي هنشوف مع بعض have to والأشكالها ايه أو صورها ايه. في المضارع قال لي have to بتبقى مع he وشي وإت والمفرد has to، يبقى بغيرها ل has. طيب مع they و you و we والجمع و I بتفضل زي ما هي have to. طب في الماضي ملهاش غير شكل واحد مع كله اللي هو had to. طب نشوف أمثلة على الكلام ده. احنا طبعا قلنا ان have to بيجي وراها مصدر، بيجي وراها ايه؟ المصدر. طيب you have to follow the school rules، أنت يجب أن تتبع قوانين أو قواعد المدرسة. هنا have to جه وراها مصدر. طب ليه حطينا have مش has؟ عشان عندي الفاعل you ويو بياخد have. طيب المثال التاني Sama has to wait for the teacher، سما يجب أن تنتظر المعلم. هنا حطيت has ليه؟ لأن سما مفرد، الفاعل عندي مفرد، فلازم أحط has وادي المصدر تنتظر wait. He has to be at work on time، هو يجب أن يكون بالعمل في الموعد المحدد. هنا حطيت has ليه؟ على فكرة دي اس بس بالانجلش المشبك، فهنا has هنا حطيتها ليه؟ عشان عندي هي الفاعل مفرد او he وهي بياخد has، جه بعد كده be في المصدر. المثال التاني you have to follow the traffic rules، انت يجب ان تتبع قوانين المرور. طب ليه حطيت have؟ قلنا عشان you بياخد have، الفاعل عندي you وادي follow مصدر. آية had to cook the family dinner yesterday، آية كان يجب أن تطبخ عشاء العائلة أمس. هنا قلنا في الماضي، ليه ماضي؟ عشان yesterday أمس، يبقى بتكلم عن حاجة حصلت في الماضي، وقلنا في الماضي ملهاش غير صورة واحدة هي had to وبيجي وراها المصدر. بالنسبة لاستخدامات have to، أول حاجة احنا قلنا بتعبر عن ايه؟ الالتزام أو الحاجة اللي لازم أعملها بس مفروضة عليا من الخارج. يعني ايه؟ قلنا مفروضة علينا من ناحية مثلا قوانين، تعليمات، حد فرضها علينا، فأنا هنا لازم إن أنا أعملها مش بمزاجي أو مش من وجهة نظر شخصية، لا هي مفروضة من الخارج. زي ايه؟ My children have to study French next year، أطفالي يجب أن يدرسوا اللغة الفرنسية السنة المقبلة. هل هنا أنا اللي هخليهم يدرسوها بمزاجي أو برغبتهم؟ لا، هي مفروضة علينا عن طريق مثلا المدرسة، المنهج الدراسي بتاعهم اللي هم السنة الجاية لازم ياخدوا لغة فرنسية. فزي ما احنا هنا استخدمنا have ليه؟ لأن عندي هنا my children جمع، الفاعل عندي جمع، وجي وراها زي ما احنا شايفين المصدر اللي هو study. طيب لو حابة اتكلم عن الضرورة او حاجة مهمة في المستقبل، تعبير عن شيء مهم في المستقبل، اتكلم عنه ازاي؟ طبعا التعبير عن المستقبل احنا بنحط will، فهتبقى will have to. زي لما اجي اقول the flight is at 6 in the morning so we will have to get up very early.
رحلة الطيران هتبقى الساعة 6 الصبح، فاحنا لازم المفروض لازم نصحى بدري. فهنا استخدمت أدي العادية الفاعل بتاعي نحن، apostrophe ll اختصار will. have to يبقى will have to تعبير عن المستقبل. get مصدر. طيب لو عايزة اتكلم بقى عن الماضي، قلنا في الماضي التعبير عن الضرورة او حاجة لازم اعملها، كان لازم اعملها في الماضي، حاجة كان المفروض ان انا هعملها ولازم اعملها، بستخدم ايه؟ قلنا مش بينفعش نستخدم must في الماضي في صيغة الماضي، لكن قلنا بنستخدم بدلها ايه من شوية؟ had to. زي المثال ده we had to buy another ticket yesterday. كان المفروض او كان لازم نشتري تذكرة اخرى امس. ادي had، طبعا هي ملهاش غير صورة واحدة في الماضي اللي هي had، وادي المصدر باي. اننا في الانجليزية البريطانية او في بريتش بيستخدموا هما have او has got to بدل من have to او has to، يبقى بيحطوا have got to او has got to. لكن ما ينفعش نحط had got to، لا هي يا have يا has بس. زي لما اجي اقول نفس المثال اللي فوق اهو دوت my children have got to study French next year. هي ما عملتش اي حاجة برضو، بس زودت هنا بس got اهي، وبعدها عادي المصدر to المصدر، مفيش اي تغيير، هو بس كل اللي انا عملته ان انا زودت كلمة got. المثال التاني she has got to check the inbox every morning. هي لازم تراجع على الانبوكس اللي هو صندوق الرسائل عندها كل صباح. هنا حطينا ايه؟ ادي جات اهي she has got، ينفع اقولها she has to check او she has got to check، الاتنين صح. the inbox وادي المصدر. طيب المثال اللي بعدي، هنا احنا قايلين ايه في الماضي؟ we had to buy. طب ينفع اقول we had got to buy؟ لا غلط، مينفعش اقول we had got to buy another ticket yesterday، غلط. لكن ايه الصح؟ لان احنا قلنا had ما ينفعش يجي معاها got، الصح بتاعها اللي هو ده، الصح بتاعها we had to buy another ticket yesterday. حطيت had to على طول وبعدها المصدر. النيجاتيف فورم او النفي، لو حبيت انفي have to ولا has to ولا had to، انفيهم ازاي؟ قال في حالة النفي بستخدم verb to do، يبقى بستخدم مين؟ verb to do معاه. ف have to هيبقى نفيها don't have to، has to هيبقى نفيها doesn't have to والمصدر، had to هيبقى نفيها didn't have to. طيب عندي هنا الماضي دي صورة واحدة في النفي اللي هي didn't have to، طبعا برجع have في كل الحالات سواء هي has او had، لازم ارجعها لهاف، ارجعها لحالتها الاصلية، يبقى المصدر بتاعها ليه؟ لان do does و did بيجي وراهم مصدر. نشوف الامثلة اللي معايا. You don't have to get up early. We are on holiday. أنت لا يجب أن تستيقظ مبكرا، نحن في أجازة. ناخد بالنا كده، هنا عندي الفاعل you،
طب you بتاخد do ولا does ولا did؟ did لو بتكلم عن الماضي، لكن هنا انا حاضر فهتاخد do ولا does؟ you بتاخد do، فهتبقى don't وارجع have تفضل زي ما هي have، وادي المصدر بتاعي get. طيب المثال التاني she doesn't have to buy a pen. she has to buy pen. she has two pens. sorry. she doesn't have to buy a pen. she has two pens. هنا الفعل عندي she. طب she بتاخد do ولا does؟ تاخد does، فإذا هنفي ب doesn't وارجع has المفروض هتبقى have، يبقى doesn't have to buy. ادي المصدر buy المصدر. المثال الثالث she didn't have to cook the family dinner yesterday. هي كان لا يجب أن تطبخ عشاء العائلة أمس، أو العشاء العائلي أمس. طبعا احنا في الماضي كل الضمائر بتاخد did، فإذا هتبقى didn't وارجع had لأصلها تبقى have، يبقى didn't have to وادي المصدر cook. طيب لو حبينا نسأل سؤال ب have to، احنا عندنا قلنا السؤال في اللغة الإنجليزية كم نوع؟ نوعين، سؤال بهل وسؤال بأداة استفهام. أول حاجة هنتكلم عنها السؤال بهل، وقلنا ده إجابته يا yes يا no. طيب بيتكون من إيه؟ هيتكون من do أو does أو did، بحدد أنهي واحدة فيهم على حسب الفاعل اللي عندي. طبعا did لو بتكلم عن الماضي بتيجي مع أي فعل، لكن do أو does بحدد بناء على إيه؟ الفاعل اللي عندي. قلنا الفاعل بيبقى يا ضمير يا اسم، لو مفرد هيبقى does، طب لو جمع هيبقى do. لو he أو she أو it هيبقى does، لو I أو they أو we أو you هيبقى do. هيجي بعد الفاعل have to، بعد كده المصدر وباقي الجملة. يبقى التكوين عندي do أو does أو did، الفاعل have to، مصدر باقي الجملة. زي المثال اللي معايا دوت do they have to wait for the teacher؟ هل يجب أن ينتظروا المدرس أو المعلم؟ yes they do، أو no they don't. هنا ادي do اهي في الأول أداة استفهام بمعنى هل يجب، they have to يبقى هل يجب أن، wait المصدر، يبقى كده do في الأول، الفاعل ضمير they، بعد كده حطيت have to المصدر for the teacher، باقي الجملة بجاوب yes أو no، بعمل مقص، يبقى yes they do، أو no برضو أعمل مقص they don't، ولازم not عشان في no يبقى أحط not. المثال التاني does he have to be at work on time؟ هل يجب أن يكون في العمل في الموعد المحدد؟ أدي does الفاعل he، طب ليه حطيت does؟ عشان he الفاعل اللي عندي he، فهي بتاخد does، و have to زي ما احنا قلنا وراها المصدر be at the work on time، ده باقي الجملة. هجاوب بإجابتين يا yes يا no على حسب. طب لو yes هعمل المقص يبقى yes he does، لو no برضو المقص no he does، واحط not عشان no، يبقى لازم not. طب لو اتكلمنا عن السؤال بأداة استفهام، هو دوت نفس التكوينة دي
بتاعت السؤال بهل، بس هحط قبل دو وداز وديد أداة استفهام اهي. هيبقى كده أداة استفهام نمبر 1. يبقى أداة استفهام وبعدين يا دو يا داز يا ديد. ديد لو ماضي، دو أو داز بناء عن في المضارع بس بناء على الفاعل اللي عندي. الفاعل يا اسم يا ضمير زي ما احنا، وهاف تو بعدين المصدر بعد كده باقي الجملة. زي لما اجي اقول what does he have to do to join the club. ماذا يجب ان يفعل يلتحق بالنادي. ادي اداة الاستفهام اهي نمبر 1 what ماذا. اخترت هنا does لان عندي الفاعل هي واحنا بنتكلم في المضارع، وهي بتاخد does. نزلت have to المصدر do يفعل، وبعدين to join the club باقي الجملة. المثال التاني what did she have to do yesterday. ماذا كان يجب أن تفعل أمس. تفعل هي طبعا. what ادي أداة استفهام. did عشان ماضي، دي في yesterday يبقى احنا بنتكلم عن حاجة حصلت في الماضي فهنحط did. she فاعل، have to زي ما هي، do مصدر الفعل اللي عندي تفعل، و yesterday باقي الجملة. طيب المثال الثالث where do you have to go. إلى أين يجب أن تذهب. where أين أداة استفهام. طب ليه حطيت do بعدها؟ علشان you بيجي معاها do، وادي have to زي ما هي، و go مصدر الفعل اللي عندي. هنا مش محتاجين لباقي الجملة، مفيش، لأن هي كده جملة مفهومة فمش محتاجة لتكملة. دلوقتي هنشوف مع بعض الملاحظات على have to. أول حاجة لازم نعرف صيغة المبني للمجهول. لما أحب أحولها لمبني للمجهول أعمل إيه؟ احنا قلنا أي جملة مبني للمجهول أو في الباسف لازم أبدأ بالمفعول، ما ينفعش أبدأ بفاعل. يبقى هبدأ بالمفعول الأول، وبعدين هحط يا have يا has يا had على حسب اللي عندي to. طبعا have أو has في حالة المضارع على حسب المفعول اللي عندي. لو ماضي يبقى كله بياخد had، بعدين be، بعدين التصريف التالت للفعل، وبعد كده باقي الجملة. زي لما اجي اقول the family dinner had to be cooked. العشاء العائلي ده المفعول family dinner. هنا في الماضي يبقى had to وادي be زي ما احنا قلنا اهي cooked التصريف التالت. العشاء العائلي كان يجب أن يطهى. المثال التاني the inbox has to be checked every day. the inbox المفعول. طب ليه حطيت has؟ عشان احنا بنتكلم في المضارع وعندي المفعول هنا مفرد فهياخد has. طيب ادي بي زي ما احنا قلنا تكوينة القاعدة اللي عندي checked التصريف التالت تكملة الجملة everyday. الملحوظة التانية ان انا ينفع استخدم need او needs to بدل من have او has to. طبعا need هتيجي بدل have و needs هتبقى بدل has. يعني ايه؟ يعني زي لما هنشوف دلوقتي she needs to buy pen. هي تحتاج لشراء قلم. طب ليه هنا حطيت needs مش need؟ عشان في she he وشي وإيت والمفرد هياخدوا needs، لأن هما بياخدوا في المضارع البسيط ايه
اس الفعل فيه اس فهيبقى needs. وادي to وادي المصدر بتاعي زي ما انا باي. المثال التاني you need to join the club. انت تحتاج ان تلتحق بالنادي. ادي you. طب ليه حطيت need؟ عشان عندي الفاعل you اللي بياخدوا اس بس او اللي هياخدوا needs بس، اللي هيجي معاهم needs هما he و she و it والمفرد الحاجات اللي بتاخد has. غير كده هيجي need to join وادي المصدر. طب لو حبيت انفي، ازاي انفي جملة need؟ ازاي انفي needs to او need to؟ في طريقتين للنفي. اول طريقة ان انا بستخدم needn't، وهنا نخلي بالنا ان مفيش بعدها to، لا هي needn't هيجي وراها مصدر على طول go. هي mom needn't go shopping every day. امي لا تحتاج الى التسوق كل يوم. هنا زي ما احنا ملاحظين needn't جه بعدها go مصدر. طب الطريقة التانية اللي انا هحط don't او doesn't او didn't need to، يبقى don't need to او doesn't need to او didn't need to. امتى احط don't؟ مع ايه؟ مع I و you و they و we والجمع طبعا في المضارع. طب امتى احط doesn't؟ مع he و she و it والمفرد في المضارع. امتى احط didn't؟ في حالة الماضي. هنا عندي mom مفرد، الفاعل عندي مفرد، فاذا حطيت doesn't. بدل حطيت don't او doesn't او didn't بحط need to. هنا بقى هحط to، يبقى mom doesn't need to وادي المصدر go shopping every day. هي لا تحتاج ان تذهب الى التسوق كل يوم. وبكده يبقى انتهى درسنا النهارده. فياريت متنسوش تتابعوا معايا الدروس الجديدة والمسابقات اللي هتتم على القناة وعلى الصفحات بتاعتي.